السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة جوجو تاروت. هنقول النهاردة طاقة برج الميزان بتاريخ 28 أكتوبر. يلا بينا كده يا برج الميزان نشوف الطاقة الأسبوعية بتاعتكم. يا رب كل الخير ليكم وتكون طاقة كلها سعادة وخير عليكم يا رب العالمين. يلا بينا يلا بينا بسم الله. فكر في إيه يا ميزان؟ طاقة تفكير، تشتت، انتظار، قاعد منتظر، حيرة. لا 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 لا، النهارده الميزان قاعد منتظر ايه حاجات كتير قوي انت منتظرها، وقاعد محتار ما بين حاجتين: اعمل ما اعملش، اروح ما اروحش، اجيب ما اجيبش. حد مشتتك يا ميزان. لا، في حد مشتت الميزان هنا. حد مخلي الميزان متوتر، عايز حاجة ينقل منها المرحلة دي. يعني الميزان قدامي بيقول انا عايز اخلص من المرحلة دي، انا عايز انهي السنة دي، انا عايز اطلع من الجو اللي انا فيه ده. عايز حاجة جديدة انت في حياتك يا ميزان. عايز تغير مسار حاجة، في حاجة انت بتعترض عليها، لكن عندك فرحة، في فرحة جاية لك هنا. في حد عايز، يعني بعد ما دوخك هيرجع. في حد هنا موديك وجايبك كده ومحيرك ومخليك دايما قاعد تفكر. الميزان شايفاه طول الوقت بيقول انا ما عادش عندي مصداقية في اللي بيحصل ده. حاسس ان انا طول الوقت تعبان، حاسس ان انا طول الوقت فرحتي في العلاقة دي دايما متوترة مش بتكمل. شخص مشتت تفكيرك، يوم يحبك ويوم يختفي، حاجة كده. طب تعال نكمل. ميزان قدامي يعني في طاقة عصبية كده طالعة لي النهاردة. طيب تعال نكمل. فكر في ايه يا ميزان؟ تقطع علاقة ولا تعمل بلوك ولا ايه الحكاية؟ شايفة الميزان كمان شاغله موضوع المادي جدا. الميزان يا اما طلع من موضوع مادي كان شاغل باله جدا، يا في حاجة تخص البال هي شغلاك. في حاجة تخص البال هنا عايز تنهيها وعايز تحسن وضعك فيها. يا اما انت عندك مسؤوليات منضاف عليك كتير جدا الفترة دي، يا اما انت حد ضايف مسؤولياته عليك، يا اما الميزان عايز يحل مشكلة مادية معاه فبتلجأ لحل، والحل شايفة ان هو في طريقك، بس انت محتاج منك مجهود يا ميزان، او انت محتاج منك مثلا تخلص له ورق، معرفش، بس في مال قدامك محتاج منك سعي شوية عشان تتحصل عليه. في حاجة تخص البلوك هنا برضو، ممكن يكون في حد من برج الميزان بيفكر في بلوك، يا انت خايف من بلوك يا في بلوك فعلا في علاقتك. ايه الحكايه؟ بس في حاجه تخص البلوك هنا. طيب حد شايف نفسه عليك يا ميزان، بس طول الوقت بيفكر في تواصل معاك. في حد هنا يعني مش عارفه ليه شايفه طاقه موحده ما بين الميزان وحد. الميزان شايف نفسه النجمه اللي في السماء، والشخص التاني شايف نفسه الكينج. ايه الحكايه؟ ايه العند ده؟ شايفه ان انت موقف كل حاجه ومستني تشوف من اللي قدامك. الميزان قدامي هنا بيقول لي اي حاجه الشخص ده شافها مني سابق مش هشوفها مني تاني، انا هوقف وهشوف ايه اللي هيجيلي منه. شايفه الميزان في حاجه هو مل فيها من عطاياه في الشخص ده، انت متردد لسه بالقرارك، لكن حماسك الداخلي كده عمال يحمسك ان انت بص اقطع معاه، ما تكلموش، ما تبعتلوش، حتى التواصل اللي جاي منه ما تردش عليه. او ممكن انت يا ميزان بتبان للشخص ده على السوشيال ميديا ان انا حياتي تمام وكويس، وانت عارف ان هو بيراقبك، فانت ممكن تكون بتظهر له بصوره انا دنيتي جميله ببعدك، انا خلاص اتخطيتك، انا حاجه كده. وممكن يكون هو بيعمل معاك نفس القصه دي. ايه الحكايه ميزان؟ اللي انتوا فيه ده سيناريو وبيخلص برجوع للعلم. انا شايفه اتنين بيعاندوا بعض. الشخص ده عايز معاك تاني رجوع، رغم ان انا شايفه الميزان دلوقتي ممكن يكون في علاقه بس وحيد، تتفادى الجلسات، عايز تقعد لوحدك. في بدايات جايه لك في الطريق يا ميزان، ممكن تكون بدايات على فكره، ممكن ده دي طاقه شفاء من تعب، تخطي مرحله صعبه. ممكن تكون بدايه في شغلك، ممكن تكون بدايه سفر ليك،
ممكن كمان لا، الميزان شاغل باله بحاجات كتير هنا، اجواءك فيه حاجات كتير وعايز تحقق حاجات كتير مش حاجه واحده، لان هو شايفاك هنا من الاول عندك حيره، بس يمكن لسه ما خدتش القرارات. خد القرارات الفتره اللي جايه يا ميزان، لان انا قلت لك هنا في حاجه متوقفه عليك ان انت تنفذها عشان توصل على اللي انت عايزه. ففي حاجه تقريبا قاعد تفكر فيها كتير وعايز تنفذها الفتره اللي جايه، وما عندكش تقريبا مش متشجع او مش لاقي حد يشجعك. الميزان دايما بيحب اللي معاه يديله باور، او يديله الامان، او يحسسه ان مثلا انا هساعدك تتخطى كذا، وما بيطلبش ده بس عايزه. طيب انت وضعك المادي انا شايفه فيه تحسن الفتره دي، وفي حاجه كمان تخص هنا محكمه هينول منها، او الميزان هينول منها حاجه، ممكن كسب قضيه، او حاجه تخص المال، او انت حد ظلمك فانت هتشوف فيه عداله، حاجه كده. وكمان في هنا حد عايز يعبر لك بحب الفتره اللي جايه، في حد انت وهو هتعيشوا انتوا الاثنين احداث حلوه مع بعض يا برج الميزان، وممكن دي تكون علاقه جديده جايه لبرج الميزان. الميزان هيكون في طاقه حريه الفتره اللي جايه، هتطلع من قيودك، هتطلع من الطاقه السلبيه اللي انت فيها، هتعيش اجواء جديده جدا يا الميزان الفتره اللي جايه، في طاقه تحرر ببدايات جديده وفرحه جايه لك في الطريق. في شخص هو عارف ان هو جه عليك، وفي شخص حاسس بالذنب اتجاهك، وفي شخص طاقته حاضره معانا هنا. يعني هو بيقول انا عارف ان هو ما يستاهلش مني ده، بس انا مش عارف انا بعمل كده ليه. شويه في عنده اضطراب في الشخصيه، او ممكن يكون الشخص ده يعني شويه بيحب يعندك، ما اعرفش ليه القصه. وبرضك في هنا حاجه عايزه اضيفها، طاقتك يا ميزان فيها غيره قويه جدا، او بتسمع عن حاجات عن نفسك بتستغربها، وانا فيها الحاجات دي، وانا بعمل الحاجات دي، انا ما بعملش كده، هو ليه الناس دي شايفاني كده، حاجه كده. عندك طاقه تعلق بالماضي، رغم ان انت ممكن يكون في للبعض رفضه او اتخذلت او اتخنت بسببه. وكمان طالع الفتره اللي جايه بطله جديده يا ميزان. في ناس هنا من برج الميزان ممكن تكون عامله ستايل جديد، او داخله على ستايل جديد، او بتفكر ان هي تطلع من الجو اللي هي فيه بقى النكد ده، تهتم بنفسها، تهتم بشكلها. في ناس ممكن تخينه عايزه تخس، او العكس ناس رفيعه عايزه تزيد، او في ناس هتعمل عمليات تجميل هنا او عملت بالفعل، او في ناس هتلجأ لامور طبيه تجميليه او حاجه من القبيل ده. لكن انا شايفه الميزان في حته تانية خالص الفتره القادمه، بامر رب العالمين. بامر رب العالمين هتكون متحكم في امورك، وهتكون كل حاجه ما بين ايديك، لان شايفه معاك بدايات جديده هتحس منها بحريه، او فك قيود، او فتح ابواب كانت مغلقه معاك الفتره اللي فاتت يا برج الميزان. انت مالل وعندك طاقه تعب واستنزاف لطاقتك الفتره دي، بس انت هتطلع منها الفتره اللي جايه يا برج الميزان. وكمان شايفاك هتحط حدود، ايه القصه؟ بتفكر في حدود، بس الحظ حليفك الفتره اللي جايه وهتكون مبسوط يا ميزان. في طاقه جديده هنا في الحب، في حظ معاك الفتره اللي جايه في العلاقات دي، يا اما طاقه جديده داخله عليك، يا اما الشخص ده يرجع لك بطاقه يحسسك بالامان اللي انت تقريبا افتقدته في العلاقه. او ممكن كمان الشخص ده هيرجع لك بطاقه، يعني هيعمل لك موازنه بدل التشتت اللي انت عايشه ده. الشخص ده كفيل ان هو يخليك متوتر، دخلك في حاله نفسيه سيئه وانت تقريبا مش عارف تغفر له على ده. الشخص ده عايز معاك فرحه سعاده، بيفكر فيك جدا، حاسس ان هو اذنب في حقك يا ميزان. في حد هنا بيعاقب نفسه على حاجه هو عملها معاك، بس ما بيقولش، متكبر ودماغه ناشفه جدا. يعني من الاخر كده هو بيبقى كل الحرب دي جواه بس ما بيقولكش. وممكن اوقات كده في بعض الاحيان يخترع حاجات علشان ما يجيش يعتذر، بس انا موجود برضه. ده شخصيه الشخص اللي معاك يا ميزان. طيب تعالوا بقى هنا نشوف الطاقات المتوفره مع برج الميزان ايه. شايفه معايا طاقات ترابيه، معايا طاقات ناريه، مائيه، الطاقات كلها متوفره. الهوائي بسيط بس متاح، يعني حاجه بسيطه بس موجوده. طيب بالنسبه بقى للشخص اللي في بالك اللي تعبك ده يا ميزان، تعالوا كده يعني نشوف ايه بقى عدم السلكان اللي عنده ده، ايه حكايتك بالظبط. تعالوا نشوف. اتاكد ان الانسان بيعرف قيمه الحاجه لما بتضيع منه. يا سلام، انا بقول لكم شخص بيتكبر والله. المشكله مش فيك، انا عندي مشاكل والتزامات ومسؤوليات في العلاقه، الشخص ده عنده ضغوط قويه جدا في حياته الفتره دي، ممكن يكون عنده مشاكل عائليه. الشخص ده متجوز ولا ايه؟ انا هربت لاني لقيت مشاعر اتجاهك اكبر مني، خايف جدا من تصعيد العلاقه اكتر من كده.
ممكن تكون دي علاقة طرف ثالث أو علاقة سرية. الشخص ده تقريبا عنده مسؤوليات تانية غيرك يا ميزان. الشخص ده ممكن يا اما متجوز يا اما دي علاقة رباعية ولا ايه مش عارفة، بس هو في حاجات تانية واخداه وانت عالم بيها على فكرة، يعني انت مش متفاجئ دلوقتي بالقراءة ولا حاجة. اتمنيت اوصل لك احساسي قد ايه انا بحبك. هو بيحبك يا ميزان بس هو متكبر. عندي مشاكل نفسية من الطفولة، والله كنت حاسة بكده. ده شخص يعني ظهور واختفاء ويروح ويجي. شوف المشاكل جايه تحت بعضها، مشاكل والتزامات، وعنده مشاكل نفسيه في الطفوله. انا سخيف جدا معاك واحتاج وقت وبحبك بخفي ايه. انا سخيف جدا محتاجك وبحبك جدا ومع ذلك بخفي ده. سبحان الله، اعترافات صريحه قويه. تعالوا نشوف ايه تاني. والله انا نفسي احترت في الشخص ده. حبيبي خلينا نشوف طريقنا هيودينا لفين، بس خليك معايا. بيقول لك خليك معايا يا ميزان، يعني استحملني. بيقول لك استحملني. مش حاسس بالرضا الكافي عنك لحد الان. بيقول لك انا حاسس ان في حاجه ناقصه في العلاقه، او انا مش حاسس ان انا كافو ليك. حاسس بحنين كبير اتجاهك وبفكر كل لحظه حلوه احنا عشناها مع بعض وببتسم. يعني انت بالنسبه للشخص ده الحاجه الوحيده اللي بتعيشه في جو حلو، او وجود العلاقه دي علاقة قوية جدا ما بينكم انتوا الاتنين، طاقة روحية قوية جدا جدا جدا، تواصل. بس علاقة ال 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 التعامل فيها صعب شوية، مش عارفة ليه، او فيها سرية او عادات وتقاليد او فرق سن او حاجة من القبيل ده بيخليها العلاقة شوية فيها تعقيدات. ففرق سن بينك وبينه، يا اما عادات وتقاليد يا اما حاجة كده. طيب تعال نشوف الاشارات اللي هتجيلنا من العين التالتة هنا للقراءة، او في ايه بالظبط هنا. الاشارات اللي بتضيف لنا الورق هنا بيقول ايه، او ايه الاسرار الخفيه لينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بينا كده نسحب كارتين ونشوف ايه. بسم الله. نصرة قريبه وحكم قضائي في صالحك. انا قلت لك هنا في حاجه قضائيه انت هتكسبها بامر رب العالمين. راجع الفيديو تاني هتلاقيني بقول الكلام ده. فهنا عندك اشاره ان الامر ده قريبا جدا في تحقيق ليك يا برج الميزان. تعال نشوف الكارت التاني هنا ايه. نوايا المعجب السري ستصبح معروفة. الناس اللي ممكن تكون دي علاقة كراش، الشخص ده او الشخص اللي اوف وان معاك نواياه هتكون اوضح الفترة اللي جاية، لان انا قلت لك هنا في علاقات فيها توضيح ولم شمل. فيعني دي ممكن اشارة لامرين قريبين جدا حدوثهم معاك الفترة اللي جاية يا برج الميزان. تعالى بقى نشوف كارت النصيحة ليك ايه، او الرسالة الموجهة ليك ايه يا برج الميزان. يلا بينا. بسم الله. الغواية. احترس من السلوكيات التي تتم الإدمان والأشخاص السامة والمواقف التي تخدعك. برج الميزان، في أشخاص في حياتك مخادعة، في ناس مرتدية لك أقنعة، انتبه لو سمحت. في إشارة قوية جدا بتقول لك انتبه للناس اللي بتقرب منك الفترة دي. في حد مرتدي لك قناع وهو أصلا انت ممكن تكون حاسس الامور دي بس مش متاكد، فانتبه. في اشخاص بتحمل لك طاقات مش ظريفه خالص 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 معاك يا برج الميزان. على فكره في ناس مصاصين طاقه، في ناس بتبقى موجوده معاك للاستغلال مش اكتر، فانتبه من الناس دي. اما انت الميزان ذكي بكفايه، يعني انت ممكن تكون انت هتنتبه من الكارت ده لامر ما في حياتك. لو انت شاكك في حاجه صدقني هيكون دي اشاره ليك ان اللي انت حاسه صح. طيب بالنسبه لقراءاتنا هنضيف الفتره اللي جايه كروت نصيحه للمال او وضعك المالي. نسحب لك نصيحه لوضعك المالي ايه، ونشوف ايه الاشاره اللي جايه لك برضو من باب البشارات يا جماعه الخير. يلا بينا. بسم الله. صراعات ماليه، خفض الاجور، طرد من العمل. انتبه. بس كده الاشاره كملت. انتبه في وضعك العملي الفترة القادمة يا برج الميزان بأشخاص ترتدي أقنعة، وممكن يكونوا بيدوروا لك على خديعة في العمل، أو عايزين يمشوك من العمل، أو عايزيك يوقعوك من منصبك أو حاجة زي كده. فانتبه في عملك لأشخاص مخادعة، ممكن يكون بيدوروا لك على أي حاجة يوقعوك من منصبك أو ياخدوا منك المكانة اللي أنت فيها. فانتبه لو سمحت يا برج الميزان للكارت، لأنه إشارة ليك بالنسبة للتوقيتات. حط حاجه في عقلك يا برج الميزان، دي كروت من باب البشاره مش اكتر. حط حاجه في عقلك وحط نيتك على حاجه. شوف من باب البشاره إيه
التوقيتات دي هتجوز امتى، هيجيلي مبلغ مالي امتى، هكسب القضيه امتى، هرجع لجوزي امتى، ايا كان انت نيتك فيها ايه، حط نيتك ويلا اسحب كارت. تمام؟ ده اللي انا بتكلم فيه، ده من باب البشارات يا جماعه. يلا بينا نسحب كارت كده. في تقدم الان، يعني انت في طريقك للشيء اللي انت بتفكر فيه او جاي لك في الطريق. ابشر يا برج الميزان. تعالوا بقى نشوف كارت الملايكه عايز اضيف لك ايه هنا بالنسبه لعلاقتك العاطفيه. الملايكه عايزين يقولوا رايهم هما كمان، ويضيفوا لنا كارت كده سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حرر نفسك، حان الوقت لاختيار طريق الحياه المناسبه. بيقول لك افتح قلبك، طلع السلبيات اللي عندك، اخرج من الطاقه السلبيه اللي انت فيها، تشوف الامور باوضح، وطريقك هيكون اسهل لو انت حررت نفسك من السلبيات اللي عندك او من الافكار السلبيه، او ابعد عن الناس السلبيه خالص يا برج الميزان. كنتم في قناه جوجو تاروت، نورتوني.